بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. حديثنا اليوم: ماذا يجب أن يعرف أبنائنا أو أبناؤنا عن رمضان؟ حقيقة أجد أنه من الجميل أننا نستعد لشهر رمضان استعدادا يليق بنا كمسلمين. نحن نعلم أنه أغلب أبنائنا بناتنا الأطفال صغار في السن يعرفون عن رمضان أنه شهر يعني شهر مبارك، ولكن غاية ما يعلمون عنه خاصة الصغار الأطفال الصغار في السن أشياء شكلية أو ظاهرية بحسب ما تبذله الأسرة داخل المنزل. فغالبية الأسر تجتهد في الاستعداد الشكلي من الأواني، من الإضاءات، من الديكورات، من أشياء يعني شكلية. إذا كنا نحرص وجميع جهودنا تركز على هذه الجوانب، فأعتقد أنه هذا من يعني الخطأ الكبير في حق أبنائنا. ينبغي أن يكون هناك استعداد قيمي، استعداد مبادئ، استعداد روحاني. ينبغي أنه بحجم استعدادنا الشكلي لابد أن يكون هناك جلسات، نقاشات، استعداد ذهني، استعداد معرفي وثقافي وروحاني حول هذا الشهر. أول ما ينبغي أن يعلمه الأبناء، وهذا يحصل بالمراجعة أو بإضافة معلومات جديدة إن كان ليس لديهم سابق علم، عن طريق مسابقات، جلسات أسرية، ألعاب جماعية. إحنا نضع مثلا ما هي مفسدات الصوم، فنشوف من خلال هذه المسابقة ونلمس مدى مستوى الوعي والثقافة والعلم والمعرفة لديهم في هذا الجانب المهم الفقهي. أيضا نستطيع أن احنا نتعلم لماذا شهر رمضان من بين الأشهر كلها، بماذا يعني يتميز أو يختص هذا الشهر، شهر أنزل الله فيه القرآن فنال الشرف. يتعلمون أن كل ما ناله القرآن بورك فيه، فلما كان رمضان شهر القرآن بورك فيه، كان أفضل الشهور. أيضا في رمضان ليال خاصة، 10 أخيرة اختارها الله، والله يخلق ما يشاء ويختار. جعل هناك 10 لها ميزة خاصة، من بين هذه 10 هناك ليلة لها فضل عظيم. كل هذه مدارسة مهمة جدا حقيقة روحانية، حتى يحصل نوع من التذاكر والمدارسة والفهم والمراجعة لمثل هذه المعلومات المهمة، من أحكام الصيام، من ما هو فضل الصوم، ما هو أهمية الصيام، لماذا اختار الله رمضان، كيف ارتبط رمضان بالقرآن، وما إلى ذلك. هذه مهمة جدا حقيقة. أيضا هناك جوانب قيمية ينبغي على الأسرة أنه هي تبذل جهدها في تهيئة الأبناء لها، وهي ما ينبغي أن يقوموا به من أعمال إن شاء الله يعني في خلال هذا الشهر، أعمال اجتماعية، أعمال يعني يحتسبون فيها القرب إلى الله جل وعلا. فرمضان كل ما فيه عظيم، كل عبادة تقوم فيها ويخصص فيها أن يبذل يستفرغ الجهد كله في قراءة القرآن وفي قيام الليل. هذه أعظم العبادات. من خلال الممارسات اليومية نساعد المحتاج، نتأدب حين دخول المسجد، نساعد الناس في إعانة المحتاج في المسجد. في أحيانا نصادف ناس تحتاج إلى مثلا أي خدمة بسيطة في صلاة التراويح أو في صلاة الجماعة، نقدم لهم كوب من الماء، نوسع للكبير في السن، إعانة المحتاجين، تعليم الجاهل. كل هذه الأعمال الاجتماعية هي في ذاتها عبادات، وهي أعمال روحانية في الأخير.